مساء الخير على حضرتك. اهلا بيكم بحلقه جديده من اصداء الملاعب. الحقيقه النهارده معانا فقرتين من اتنين لعيبه شباب، الحقيقه يمكن عدوا على اكثر من نادي. في فقرتنا الثانيه هيكون معانا كابتن عبد العزيز حسن زيزو، لاعب المقاولون وطلائع الجيش والمنصوره السابق والمدرب العام الحالي لنادي المنصوره. اكيد هيكون لينا كلام الحقيقه عن مشوار المنصوره اللي كان في هذه الفتره اللي فاتت، وكان ممكن يكون موجود في الدوره الرباعيه اللي بتتلعب في الوقت الحالي عشان تحدد مين المتأهل انه يكون موجود في الدوري الممتاز مع بتروجيت وغزل المحل. كلامنا اكتر هيكون عن الدرجة الثانية، لكن برضو اكيد هنتطرق لمنتخب مصر. في فقرتي الاولى الحقيقه معايا واحد من ابداعات الحقيقه ناشئين النادي الاهلي، وكان ممكن يكون يعني يلعب اكتر من كده، لكن حظه انه كان موجود في وقت كان فيه مانويل جوزيه وكان فيه عماد متعب وفي ابو تريكه وفي ناس كتير وكتير قوي من النادي الاهلي لما دخلوا في الفترة دي ما قدروش ان هم يعني ايه يطلعوا كل اللي عندهم مع النادي الاهلي، لانه كان مانويل جوزيه كان دايما حاطط تشكيلة اساسية بالنسبة له ما بيغيرهاش غير يعني على فترات متباعدة جدا، لازم يكون حد حصل له اصابة او ما الى شيء. لكن كان في تخمة الحقيقة من لعيبة كتير كانت تستاهل انها تكون في اماكن احسن من كده، ويمكن عشان كده هو بدأ بدري فترة التدريب. لكن هو الحقيقة عقلية تحليلية هايلة جدا، كمدرب هو حد هايل جدا، كان بيتعامل طول الوقت في ناشئين وبراعم، وبعدين ابتدى يخوض تجربة اخرى مع فريق اول. هيكون معانا النهارده ان شاء الله كابتن كريم عادل عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي السابق، ده في الفقرة الاولى باذن الله. زي ما احنا متعودين بنبدأ معاكم بفقرة الاخبار، واول خبر موجود معانا عن منتخب مصر. ومنتخب مصر بيواصل تدريباته استعدادا لبوركينا فاسو بمشاركة محمد صلاح. وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في 10 مساء يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. شهد المران مشاركة 26 لاعب مختارين للمعسكر، هم محمد الشناوي، محمد عواد، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، ومحمد حمدي وأحمد فتوح، مروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد شريف، محمد الشامي، وأحمد أمين أوفا. كولر بيعود غدا من سويسرا لقيادة تدريبات الأهلي استعدادا لمباراة فاركو. يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من بلاده غدا الاثنين لقيادة تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة فاركو. كولر غادر لسويسرا بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي لقضاء إجازته خلال الفترة الخاصة بالتوقف الدولي. النادي الأهلي بيستعد لمواجهة فاركو في اللقاء المؤجل من الجولة 11 لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها مساء الجمعة 14 يونيو الجاري. النادي الأهلي بيعود للتدريبات بدون 12 لاعب، بيتواجد 10 لاعبين مع منتخب مصر الأول لتوقف يونيو، هم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، والثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس بيتواجدوا مع المنتخب الأولمبي. أحمد القندوسي بيطالب الأهلي بتحديد مصيره قبل الميركاتو الصيفي. طلب الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار لسيراميكا من مسؤولي القلعة الحمراء ضرورة حسم مصيره قبل الميركاتو الصيفي، حيث يرغب اللاعب في تحديد وجهته بالموسم الجديد بحثا عن الاستقرار الفني، لا سيما بعد انضمامه لصفوف المنتخب الجزائري في معسكره الأخير استعدادا لمواجهة غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي استقر على عودة أحمد القندوسي لصفوف المارد الأحمر بالموسم الجديد.
كولر أخطر إدارة النادي الأهلي برغبته في استعادة اللاعب في نهاية الموسم الحالي لتدعيم خط وسط الفريق. لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تناقش مع كولر قائمة الأجانب فوق السن من أجل تحديد المرشح للخروج منها نهاية الموسم لقيد القندوسي على حسابه. القندوسي كان انتقل للنادي الأهلي في يناير الماضي قادما من نادي وفاق سطيف الجزائري بعقد مدته 4 مواسم ونصف الموسم، قبل أن يقرر الأهلي إعارته لسيراميكا بنهاية الموسم الماضي بعقد مدته سنة. جوميز بيطلب خوض وديتين في التوقف الدولي استعدادا لسيراميكا. جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك طلب من الجهاز الإداري العمل على تجهيز مباراتين وديتين خلال فترة توقف مسابقة الدوري بسبب معسكر منتخب مصر. هذه المباريات من أجل تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية والفنية، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق مع أحد فرق الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة. الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز وضع برنامج إعداد فني وبدني للعيبة استعدادا لخوض سيراميكا في الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة. جهاز نادي الزمالك يعكف على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري. الزمالك يواجه نظيره سيراميكا في 7 مساء الجمعة 14 يونيو الجاري باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة 11 لمسابقة الدوري المصري. الزمالك يقترب من التوصل لحل مع محامي المغربي خالد بوطيب لجدولة مستحقاته. اقترب عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمكلف من قبل المجلس بحل أزمة إيقاف القيد، اقترب من التوصل لاتفاق مع محامي اللاعب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق من أجل جدولة مديونياته. يعمل عمرو أدهم في الوقت الحالي للاتفاق مع محامي خالد بوطيب على نظام لجدولة المديونية المستحقة للاعب وإنهاء هذا الملف حتى يتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد الموقعة على الفريق. عرض الزمالك على محامي اللاعب المغربي جدولة المديونية المستحقة والبالغة 2,400,000 يورو على 3 أقساط لإنهاء تلك الأزمة. كما يجهز مسؤول نادي الزمالك في الوقت ذاته مستحقات روي أجواش مساعد البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للزمالك لسدادها وإنهاء هذا الملف والتفرغ لباقي الغرامات المستحقة على النادي. كان الاتحاد الدولي فيفا أعلن إيقاف قيد نادي الزمالك 3 فترات متتالية بدءا من 15 مايو بسبب مستحقات روي أجواش والتي تبلغ 26,000 دولار. كما يعكف مسؤول نادي الزمالك على التواصل مع البرتغالي جيمي باتشيكو وتكثيف التفاوض معه للوصول إلى حل في مستحقاته التي يطالب بها والتي تبلغ 450,000 يورو وتم مد الأجل فيها إلى 31 يوليو المقبل. هنروح لأخبار النادي المصري، والمصري يراقب المعارين لحسم مصيرهم بنهاية الموسم. عمل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر على مراقبة اللاعبين المعارين من النادي البورسعيدي خاصة الناشئين للوقوف على مستواهم وتحديد مدى إمكانية عودتهم للفريق في الموسم المقبل. كان النادي المصري قد أعار عددا من الناشئين في بداية الموسم إلى أندية الدوري، أبرزهم زياد فرج المعار للمقاولون العرب. كما حصل نادي الداخلية على 4 لاعبين من المصري هم أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، ومحمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وأحمد شداد ولؤي فهمي وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم. كما أعار المصري الكاميروني فرانك إتواجا للجونة. يبدأ النادي المصري استعداداته لمواجهة الزمالك في الدوري الثلاثاء المقبل. وكان علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية ل4 أيام عقب الفوز على جمهورية شبين في دور 32 بكأس مصر. الإسماعيلي يبدأ اليوم فترة إعداد مصغرة خلال توقف الدوري.
بدأ فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال اليوم الأحد فترة إعداد مصغرة يسعى من خلالها المدرب لتجهيز كل اللاعبين بدنيا وفنيا استعدادا لاستكمال مشوار الدوري والكأس، والتي يبدأ الفريق بمواجهة إنبي 17 يونيو الجاري. يستعد الإسماعيلي لمواجهة إنبي المقرر لها 7 مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 26 لمسابقة الدوري المصري. كان إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي قد منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس في إطار منافسات دور 32 من كأس مصر. خبر الإسماعيلي كان آخر خبر موجود معانا النهاردة. هناخد فاصل ونرجع نبدأ حلقتنا مع ضيفنا كابتن كريم عادل لاعب النادي الأهلي السابق. خليكم معانا وأصداء الملاعب. مشاهدينا برحب بكم مرة تانية، وخليني أرحب بضيفي يمكن اتكلمت عنه في البداية وقلت واحد من يعني إبداعات ناشئين النادي الأهلي، كابتن كريم عادل عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي السابق. كابتن كريم أهلا بيك. أهلا بيك يا كابتن سماح، بتشرف إن أنا مع حضرتك النهارده. ربنا يخليك، الشرف ليا طبعا. أنا كنت بتكلم إن أنت يعني واحد من ناشئين النادي الأهلي، وكان ممكن تكون ليك باع أكبر في النادي الأهلي لولا إنه الفترة دي كانت فترة مانويل جوزيه مثبت دايما التشكيل وبيلعب بناس معينة ومقتنع بيها جدا. فأنا قناعتي ان في ناس كتيره اتظلمت في الفتره اللي دخلت فيها الاهلي في الفرقه. هو طبعا اكيد احنا يعني طبعا انا بتشرف ان انا ابن من ابناء النادي الاهلي ده وسام على صدري، يعني طبعا شرف لاي حد ان هو بينتمي لمنظومه محترمه كبيره زي النادي الاهلي. هو كابتن مانويل اول ما جه كان النادي الاهلي سنه 2000 الزمالك واخد الدوري، وجه هو 2001 قعد 3 سنين تقريبا ما بياخدش دوري، فكان مضطر ان هو بيعتمد مش هيعتمد على قطاع الناشئين، كان بيشتري لعيبه من بره. ففي الفتره دي جاب لعيبه برده سنها قريب مننا، يعني هم طبعا لعيبه كبار كلهم، بس جابهم كلهم من منتخب الشباب. كان رضا شحاته، احمد ابو مسلم، ابو المجد مصطفى، حسين امين، واتصعد معاهم من فرقتنا كان عادل مصطفى ووائل رياض، وكان حسام غالي قبليهم فوق. فانا حصل لي الاصابه بتاعتي جت في السن اللي انا المفروض اتصعد فيه فريق اول، انما كان في طبعا لعيبه كتير في القطاع اتظلمت كتير جدا، يعني كان في حسين علي، كان في حماده السعيد، كان في ابو عبد العاطي، كان في لعيبه كتير جدا اصلا في منتخب الناشئين والشباب، بس ما حصل لهمش توفيق ان هم يبقوا موجودين في الفريق الاول. فكل واحد راح نادي، يعني حسين علي يمكن تألق في بتروجيت، وبعدين النادي الاهلي جه رجعه تاني سنه 2009. فدي من ضمن الناس اللي اتظلمت طبعا. ودي هي سنه الحياه، يعني في مدربين بتحب تعتمد على قطاعات الناشئين زي مثلا نادي انبي، وفي انديه عشان النادي الاهلي دايما مطالب ببطولات، فبيضطر ان هو في مدربين بتيجي تقول لا انتوا عايزين بطولات ولا عايزين تعملوا فريق للمستقبل؟ عايزين بطولات، فبيجيبوا لعيبه خبرات من بره من انديه ثانيه. فهو ده اللي حصل معانا يعني. كابتن كريم، لما عرفت انه كابتن فتحي موجود النهارده قلت لا لازم واجي اسلم عليه وكده، وحكيت لي حدوته كده عن مدى يعني جمال كابتن فتحي الحقيقه انسانيا. يعني طبعا كابتن فتحي يعني انا بتشرف ان هو مرني في النادي الاهلي، وان انا اشتغلت كمان معاه وهو رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي سنتين. كانت الواقعه بتاعت الاصابه بتاعتي بصراحه من الناس اللي ما سابتنيش، كان بيكلمني في التليفون يوميا لان هو شاف الاصابه في الملعب يعني. وانا كان عندي احساس غريب قبل الاصابه واحنا رايحين الماتش، انا استاذنته طبعا، قلت له يا كابتن مش عايز العب الماتش ده، قال لي العب شوط واطلع. فانا ما كملتش 8 دقائق يعني. فهو شاف الاصابه في الملعب بصراحه من ساعه ما اتصبت لحد لما عملت العمليه، بصراحه كان من الناس اللي كانت بتطمن عليا يوميا، كان بيكلمني في التليفون يوميا. فانا طبعا ده يعني حاجه كبيره جدا ان في الازمات اللي زي دي الواحد بيشوف معادن الناس. والكابتن فتحي طبعا مدرب كبير، ويعني اول ما عرفت ان هو موجود هنا فانا جيت لازم اسلم عليه يعني. كنت ناشئين سن كام اللي كان بيمرنك فيه؟ هو كان سن 19، كان السنه اللي قبل الفريق الاول. كان سنه 2000 2001 او 2002. فهو كان عندي 20 سنه، كان اخر سنه ليا في النادي الاهلي. والاصابه اللي حصلت لك؟ الاصابه اللي حصلت لي جالي قطع في كل اربطه الركبه، قطع في الغضروف وقطع في الرباط الداخلي وقطع في الرباط الصليبي. دي كانت تقيله قوي. بس الحمد لله يعني. كابتن فتحي انسانيا راجل جميل الحقيقه جدا طبعًا. ومحترم جدا،
وهو اول ما عرف ان انت موجود في الحلقه يعني قال لي يعني وانا خارج اكيد هسلم عليه او هشوفه، كان حريص على ده الحقيقه جدا يعني. هو من المدربين اللي اثرت معايا جدا، وانا لحد قبل الاصابه كنت عامل موسم معاه كويس جدا يعني. هو كمان بيعرف يتعامل مع اللعيبه، خصوصا ان انا كمان كنت كابتن الفرقه في النادي، فكان بيتعامل معايا على ان انا واحد من الجهاز. فهو بيعرف يتعامل مع اللعيبه كويس جدا جوه الملعب وبره الملعب. يعني كان بالنسبه لنا اب قبل ما يكون مدرب، يعني تربويا قبل فنيا كمان. كان بيركز مع اللعيبه جدا بره الملعب وسلوكياتهم ايه. فهو مدرب كبير طبعا، مش انا يعني اللي هتكلم على كابتن فتحي يعني. لا اكيد هو بيحبك، فاكيد يعني كلامك عنه هيوصلوا اكيد ان شاء الله. انت لفيت لفه حلوه كده كتيره كلها يعني الشرقيه للدخان بعد الاهلي، الشرقيه للدخان، المصري، الترسانه، سموحه، الاولمبي، غزل المحله، الشمس، السكه الحديد، طلائع الجيش، نجوم المستقبل، جمهوريه شبين، صح؟ الشرطه والشرطه. انت لعبت فوق وتحت، لعبت دوري ممتاز ولعبت كمان في الدرجه الثانيه. يعني اول سنه بعد النادي الاهلي بعد الاصابه، اول سنه كانت في شرقيه للدخان مع الكابتن مجدي طلبه. الكابتن مجدي طلبه كان في قطاع الناشئين قبل ما يمسك شرقيه للدخان. قال لي، دخل عليا العياده يعني كنت بعيط، قال لي بص انت فروت كبير، انا هاخدك اي فرقه همسكها هاخدك معايا. يعني هو من اوائل المدربين اللي رجعتني. السنه دي جبت 22 جول وخدت هداف الممتاز به، كرمت من اتحاد الكوره، وبعدين النادي المصري اشتراني سنتين، وبعدين رحت الترسانه مع كابتن فاروق جعفر بس. ولفه كده يعني، ممكن مثلا في سنه من السنين عقدي بيخلص فبضطر ان انا اروح نادي تاني في انديه يعني بتشتريني. مثلا النادي المصري اشتراني من شرقية الدخان، نادي المحل غزل المحله اشتراني من الاولمبي وانا في الدوري الممتاز. في انا دايما كنت بمضي سنتين، فلما السنتين بيخلصوا يا اما في وكيل كان بيتعامل، كنت بتعامل معاه طبعا. اتعاملت مع 3 وكلاء كلهم فوق دماغي طبعا، الله يرحمه الكابتن حماده حسين طبعا، ومحمد شيحه، كابتن محمد شيحه، وكابتن محمد جمال. بس دول ال3 اللي كنت دايما بتعامل معاهم، كانوا هم بيسوقوني في الانديه. بس الحمد لله 90% من الانديه اللي انا رحتها الحمد لله كنت بلعب وكنت ببقى هداف الفرقه طبعا، ما عدا فرقه المصري لان المصري كان فيه يعني مهاجمين من طراز عالي جدا، يعني كابتن حسام حسن، كابتن خالد بيبو، كان في تشيرنو، كان في محمد فضل، كان في فراوده كتير جدا. فما خدتش فرصتي كامله في ان انا ابقى متواجد في النادي المصري، فاضطريت ان انا اروح الترسانه مع الكابتن فاروق جعفر. انت من الناس اللي بتظلم شويه في الفرقه، بس بيقوم ربنا سبحانه وتعالى معوضها على طول. يعني لاحظت الحكايه دي. يعني انا اول ماتش بعد المصري، بعد ما سبت المصري، اول ماتش كان ليا مع الترسانه مع كابتن فاروق جعفر، كان ضد المصري. كنت طبعا قاعد احتياطي، وكان الكابتن حسام حسن برضو راح الترسانه، يعني لعبت معاه في المصري والترسانه. اول ماتش ليا كان ماتش المصري، كسبنا 2-0، نزلت جبت الجول الثاني، كابتن حسام حسن اللي جاب الجول الاولاني. وبعدين بقى رحت سموحه سنه، وبعدين الاولمبي صعد من سموحه، كنت في الممتاز به، الاولمبي اللي صعد من مجموعه اسكندريه، فرحت الاولمبي، كنت يعني تاني هداف الدوري في السنه دي. الدور الاول كنت انا هداف الدوري، فالمحله اشتراني بقى. بس لعبت سنتين في المحله، وبعدين رحت الشمس والسكه 6 شهور سنه، وبعدين رحت طلائع الجيش. عايزه اقول لك انه ساعات يقول لك ايه، لما لاعب ينتقل بين اكتر من نادي، لا ده حاجه كويس، هذا لاعب كويس يعني. وفي يقول لك اللاعب اللي ينتقل بين اكتر من نادي ما بيكملش في النادي ده في حد ذاته فشل. انت شايفه ايه؟ انا شايفه يعني مش عايز اقول فشل، لان انا هتكلم بصفه شخصيه عن تجربتك انت. مش فشل، لان انا كان دايما عقدي بيخلص، وكان دايما في انديه بتشتريني عن طريق الوكلاء، فما كانش فشل. انما لا طبعا، ان لعيب يلعب كل سنه يلعب في مكان، كل سنه يلعب في مكان، انا مش شايفها فشل، بس ممكن يكون هو ربنا مش موفقه في المكان ده، فبيضطر ان هو يغير المكان. يعني انا في انديه لعبت فيها زي ما بقول لحضرتك، النادي المصري ما خدتش فرصتي، فروحت سموحه خدت هداف الفرقه. وحصل لي موقف غريب جدا مع الباشمهندس فرج عامر، ان هو مشاني فري. يعني انا كنت هداف الفرقه ومشاني فري. ده ازاي؟ مش عارف، لدرجه ان انا في لعيبه من كباتن الفرقه دخلوا قالوا له ده هداف الفرقه، ازاي يمشي ده، هنبني عليه السنه الجايه يعني الصعود، وراجل جاي من دوري ممتاز. قال لهم ده قرار، وهو جايب لي 8 تجوان في السنه. فانا مشيت، رحت الاولمبي، طبعا كنت مكسر الدنيا الحمد لله في الاولمبي، وخدت تاني هداف الدوري، والدور الاول كله انا كنت هداف الدوري في نادي الاولمبي. فتعرض عليا ان انا ارجع بقى
سموحه تاني في شهر واحد عن طريق لعيبه، يعني 2 لعيبه. هو يعني حد من الاداره كان مكلمهم ان احنا عايزين كريم تاني، او هو لما لقاني متالق بقى حب ان انا اروح في شهر واحد ان انا ابقى ساهم في صعود نادي سموحه للدوري الممتاز، وهم فعلا هم اللي صعدوا السنه دي. بس انا حسيت ان ربنا بيبعت لي رساله ان انا اخد حقي، لان انا حسيت ان انا يعني اتظلمت ان ابقى هداف الفرقه وهو يقول لا ده جايب لي 8 اجوان بس انا همشيه ومشيني فري واداني كل مستحقاتي. فقلت لهم لا انا مش هلعب درجه ثانيه تاني، انا ربنا كرمني وماشي كويس في الدوري الممتاز، فانا طموحي ان انا العب دوري ممتاز. زمان ما كانش في بقى اضواء ولا كان في سوشيال ميديا ولا الكلام ده، كانت الماتشات اللي بتتذاع الاهلي الزمالك الاسماعيلي، لو الاهلي والزمالك مش هيلعبوا في نفس اليوم ده مش زي دلوقتي ماتشات المحترفين والممتاز به بتتذاع. فحسيت ان انا ربنا بيرد لي اعتباري او ان انا قلت لهم لا مش هلعب. يعني بنفس اللفظ يعني كده ما فكرتش، يعني يكفيك بس اللي هو رجوع كرامتي يعني بس لان فعلا وفي يعني الناس كلهم اللي حضروا الواقعه دي موجودين وهم عارفين ان انا مش بكذب، حصل كده فعلا بالظبط. وانا لعيب من الكباتن الفرقه اللي دخلته للباشمهندس فرج قلت له انا عايز اعرف السبب بس قول لي السبب بصراحه، لو انا مقصر قول لي. خرج قال لي نفس الكلمه، قال لي هو بيقول هداف فرقه جايب لي 8 اجوان بس انا يعني هو. والسنه دي بقى طبعا جاب الكابتن علاء ابراهيم، يعني فالكابتن علاء ابراهيم كان سبب في صعود نادي سموحه في السنه دي مع الكابتن مشير عثمان. فطبعا الكابتن علاء ابراهيم هو لو مشاني عشان يجيب الكابتن علاء ابراهيم يبقى هو عنده حق. الكابتن لعيب كبير جدا ومدرب كبير، ببارك له على الصعود للمحترفين طبعا. انا قلت لك قبل كده انت متصالح مع نفسك، ما عندكش يعني لا خالص واللي يعدي انت متصالح مع نفسك دايما خالص. انا دايما شايف ان كل الناس كل واحد ربنا كاتب له رزق هو هياخده غصبا عن اي حد، فانا وما بتكسفش، ما عنديش حته ان انا احب امجد في نفسي او ان انا اخلي شكلي كويس دايما، لا. هي الناس كلها اللي تابعتني واللي كانت بتتفرج عليا واللي لعبت معايا عارفين قد ايه انا كنت فيرود مميز. ودايما لما بيشوفوني دلوقتي ويشوفوا سيف ابني يقولوا له ان شاء الله تشوف اللي انت ما شفتوش، انت اتظلمت وربنا يكرم ابنك ان انت ما يحصلوش نفس اللي حصل لك. بس فدي الكلمه دي بتكفيني ان كل ما يشوفوه في اي مكان في النادي الاهلي في اي مكان الناس اللي تعرفني انت ابوك كان فيرود جامد، ابوك كان فيرود كبير، فدي حاجه بتفرحنا، حاجه حلوه انه تحس انه ربنا ممكن يجبرك في ابنك، يعني بس ربنا ان شاء الله يحطها لك فيه باذن الله. عايزه اقول لك انت لفيت لفه حلوه في الناشئين، برضو بقى عندك خبرات عاليه جدا في الناشئين، وبعدين رحت سايب ده كله ورحت رايح فريق اول في تليفونات بني سويف وبعديها بور فؤاد. يعني ايه الرحله بقى، ايه اللي خلاك تخرج من موضوع الناشئين وانت متميز جدا فيه وبتطلب بالاسم انك تخرج لده؟ هو انا اشتغلت 2 ونص بالظبط في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وبعدين رحت نادي الانتاج الحربي فاشتغلت مع الكابتن محمد جوده مدرب عام فرقه المواليد 99 وفرقه مواليد 2001. وبعدين مسكت مدير فني 2001 السنه الثالثه، خدت بيها مركز تاني، كنت بنافس لحد اخر 5 اسابيع على البطوله، وانا القوام الاساسي كله عندي من مواليد 2003. والسنه دي انا ساهمت بنسبه كبيره في ان هم ياخدوا بطوله الجمهوريه بيه، لان انا قعدت معاهم 14 مباراه قبل ما اروح مع الكابتن جمعه مشهور بور فؤاد. فالكابتن محمد جوده لما مسك تليفونات بني سويف انا اشتغلت معاه، فهو كلمني وقال لي انا عايزك تبقى موجود معايا. طبعا قلت له كابتن ده شرف ليا، ورحت اشتغلت معاه شويه في تليفونات بني سويف، ما حصلش نصيب، فكملت في نادي الانتاج. يعني رجعت كملت في نادي الانتاج لحد لما الكابتن جمعه مشهور عن طريق الكابتن اسلام طاهر اللي هو المدرب العام معاه قال لي يعني انا مرشحك للكابتن جمعه، لان انا لعبت مع اسلام في المحله والترسانه والسكه، ولعبت مع الكابتن جمعه مشهور في طلائع الجيش. فهو كان دايما اسلام بيقول له ان كريم مدرب كويس شبهنا مش هيطمع في حاجه، وانا كنت ماشي كويس جدا. فلما الكابتن اسلام كلمني عن طريق الكابتن جمعه طبعا انا قلت له لا طبعا ده يشرفني، والكابتن جمعه مدرب كبير وانا اتعلم منه. فما كملتش الموسم مع الانتاج ورحت مع الكابتن جمعه مشهور بور فؤاد. وبعدين بقى لما الكابتن جمعه اعتذر انا يعني مش حابب ان انا اشتغل ناشئين تاني، وقلت خلاص خطوه انا خدتها عايز اكمل في الكارير ده ان شاء الله. فقاعد منتظر ان شاء الله، مع ان غيرك ما يقعدش في البيت، يعني غيرك يقول انا انزل اشتغل اي حاجه لغايه ما تجيلي الفرصه اللي انا عايزها. لا مع الكابتن جمعه اللي اشتغل مع الكابتن جمعه بصراحه انا لازم اديله حقه، والناس هتقول يعني هي شهادتي فيه مجروحه، بس انا بتكلم بصراحه والناس كلها عارفه ان انا صريح جدا وما بجاملش حد. مدرب مختلف، انا اشتغلت معاه شهرين، يعني كل التفاصيل اللي تخص كره القدم جوه الملعب وبره الملعب هو ما بيسيبهاش. يعني انا كنت ساعات دايما في محاضرات اقول له يا كابتن انت بتفاجئني، يعني لا مدرب شاطر جدا ومختلف، ومش هو مش واخد حقه،
يعني حقه لازم يبقى اكتر من كده، ان هو يبقى موجود في فرقه بتنافس في المحترفين او في دوري ممتاز. ودي شهاده ربنا حاسبني عليها، انا بتكلم فعلا بما يرضي الله. فانا لو قعدت طول عمري مستني ان انا اشتغل معاه، لا هفضل قاعد اشتغل معاه، لان انا عارف ان انا هتعلم منه. ما ينفعش هو يكلمني يقول لي انا عايزك معايا في الجهاز، وبعدين مثلا لما يعتذر ولسه ما مسكش حته، ان انا لو جالي حاجه ان انا اروح اشتغل ايوه بس يعني عشان تفضل مرتبط قاعد مستني ان هم، لانه ممكن يجي يشتغل في مكان بيفرضوا عليه مثلا يعني جهاز تاني موجود معاه، يبقى ساعتها انا اشوف طريقي في اتجاه تاني يعني. انما هو لحد دلوقتي انا محسوب على جهاز الكابتن جمعه، ولما يشتغل ان شاء الله ابقى موجود معاه. او لو هو ما خدنيش زي ما حضرتك بتقولي ان هو هيبقى في ناس، بس الانديه دلوقتي ما بقتش تفرض، هو كل مدير فني بيروح بياخد جهازه معاه بس. دي احسن حاجه يعني، ان دلوقتي الانديه بقت بتسيب المدير الفني هو اللي يختار الناس اللي يشتغل معاه، اللي تشتغل معاه، عشان يبقى هو مرتاح نفسيا يعني، ما يبقاش في مشاكل دايما. طيب بما انك اشتغلت في التدريب في الدرجه الثانيه تمام، بعد ما اشتغلت في ده لقيت فعلا المقوله بتاعت انه في مدربين درجه ثانيه وفي مدربين درجه اولى، ولا كلهم متشابهين مع بعض؟ كلهم متشابهين، بدليل ان في نماذج يعني كابتن مجدي عبد العاطي من المدربين المميزه جدا، اللي اشتغل في الممتاز به ونجح وصعد 3 فرق، وفي الممتاز ماشي هو تقريبا انا بعتبره الحصان الاسود السنه دي في النادي في الدوري مع نادي زد، ماشي بخطى ثابته وعامل فريق كويس جدا وفريق قوي جدا. فهو لا، في كابتن سيد عيد، في ده مساعد الانديه كابتن سيد عيد، كابتن سيد، لا في مدربين كويسين جدا. احمد عبد الرؤوف صعد بلديه المحله من المدربين الشباب وماشي كويس جدا. يمكن في ماتشات كتير انا بتفرج له عليها النتائج ما بتساعدهوش، يعني بيعمل اداء كويس بس النتائج ما بتساعدهوش. في احمد عيد ببارك له، هو عبد السلام نجاح ان هم صعدوا بغزل المحله، وان شاء الله يعمل سيزون كويس مع غزل المحله. فما فيش حاجه اسمها لعيب درجه ثانيه. محمد مكي طبعا في الحرس صعدهم مره وقعد معاهم السنه بتاعه الدوري الممتاز، وان شاء الله ربنا يوفقه طبعا يعني في الدوره الرباعيه. فما فيش دلوقتي مقوله لعيب دوري ممتاز ولعيب ممتاز به، او مدرب دوري ممتاز او مدرب، كل المدربين شبه بعض الا من رحم ربي يعني في لعيبه في الدوري الممتاز دي بعيد ما حدش بيقرب منها، بس ال 80% اللعيبه كلها شبه بعض. والدليل نتائج الماتشات بتاعه كاس مصر، انديه الدوري الممتاز في دور 32 مع انديه الدرجه الثانيه او المحترفين كلها متقاربه يعني. ترسانة بيكسب المقاولين، ترسانة كسب المقاولين، وانا يعني ببارك للكابتن حسين شكري، عامل طفره كبيره مع نادي الترسانة سواء مساعدوا المحترفين او بيلعبوا في الدوره الرباعيه، وان هو يوصل دور ال16 مع نادي الترسانة، ربنا يوفقه ويكمل. والمقاولين ان شاء الله ربنا يطلعهم من المكان اللي هم فيها دي، هم ما يستحقوش يبقوا في المكان ده، وان شاء الله باذن الله يبقوا في مكان احسن. اكيد انا هتكلم معاك عن الدوري الممتاز، بس طبعا بما ان انت حطيت ايدك في الدرجه الثانيه فلازم اتكلم معاك عن الدوره الرباعيه. مبدئيا قبل يعني ما اتكلم في الماتشات نفسها، هو شايفه فير وطبيعي انه حد عافر الموسم كله، وعلى راي الكباتن النهارده طلع عينه الموسم كله لغايه ما وصل انه يكون ثالث علشان يقدر يصعد زي حرس الحدود، وبعدين يبتدي يلعب دوره رباعيه مع ناس ثانيه كانت موجوده من تحت، ويفضل عمال يجاهد علشان ان هو يكمل صعوده؟ لا يعني انا النظام انا من الناس اللي ما كنتش موافق عليه، ان هو في فرق في الدوري المحترفين مش هتبقى في الدوري الممتاز، وفرقه ممكن تبقى في الممتاز به، ممكن يعني اكنه هيعدي درجتين، يعني هو مش هيطلع محترفين، هيطلع دوري ممتاز على طول. فالنظام يعني زي ما هو ممكن يكون مفيد لفرقه زي الترسانة او سبورتنج او ترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس، فهو زي ما هو نظام كويس بالنسبه لهم، فهو نظام ظلم فرق كتير في الدوري المحترفين زي حرس الحدود، زي وادي دجله، زي لافيينا، الفرق اللي كانت بتنافس على الصعود للدوري الممتاز في المحترفين. طب ظلم حرس الحدود ماشي لانه خد الثالث، انما ظلم وادي دجله ولافيينا في ايه؟ ما هو يعني مش ظلمهم، هو قصدي ان فرق كانت اولى ان هي تبقى، حتى ممكن يعملوا مثلا الدوره دي ما بينهم بس انما هو النظام يعني ظلم فرق في المحترفين، وهو بالنسبه للفرق الممتاز به هو لا يعني بالنسبه لهم قرار موفق، ان هم ممكن في خلال الموسم بدل ما يقعد موسم تاني في المحترفين، ممكن لو ربنا وفقه في الدوري الرباعيه يبقى في الدوري الممتاز على طول. ودي امل كمان لناس كتيره، المنصوره وكهرباء الاسماعيليه ويعني وديروت اداهم امل كبير جدا، وكل شويه عمال بيصفي الناس وبعضها يعني. لكن
يعني الترسانة خسر من الحرس 3-2 ومنتخب السويس كان خسر من سبورتنج 1-0. النهارده راحوا كلهم متعادلين، يعني كلهم عطلوا بعض تقريبا. يعني شفت المباريات دي بتتابعها؟ شفت، اتفرجت النهارده على الترسانة ومنتخب السويس. يمكن هما تعادل الحرس وتعادل الترسانة والسويس ده ريح الحرس وسبورتنج شويه، اكن الجوله ما اتلعبتش. انما انا لما اتفرجت من خلال متابعتي للمباراه بتاعه الترسانة ومنتخب السويس، هما الفرقتين قلقانين، لان الفرقه اللي كانت هتخسر فيهم النهارده كانت هتبقى بنسبه 90% بره المنافسه. فهم الفرقتين قلقانين، يعني ولا عايزين يجازفوا ان هم يهاجموا، وفي نفس الوقت في تحفظ دفاعي ان هم ما يخشش فيهم جول. فهي تعتبر الجوله ما اتلعبتش. يعني هو لو كان الحرس او سبورتنج كسب كان هيبعد، ولو كان مثلا الترسانة استغل فرصه التعادل بتاعه الحرس وسبورتنج او منتخب السويس، كانت هتبقى لسه الدوره، يعني لسه كل الفرق قريبه عندهم فرصه الصعود. كان هيديها طعم شويه. كان يعني هو النهارده اكن الاسبوع اكن الجوله دي ما اتلعبتش بالظبط كده. بس يعني الحكايه كانت باهته قوي و يعني مش حلوه، والماتشات هاديه ومش عارف تتفرج عليها، ودول عندهم حذر ودول عندهم حذر في الماتشين الحقيقه بشكل كبير. انا ما اتفرجتش على الحرس وسبورتنج، اتفرجت على الترسانة والسويس. هو الفرقتين زي ما بقول لحضرتك في تحفظ دفاعي ومفيش مجازفه هجوميه، واللعب كله استحواذ في نص الملعب. يمكن الترسانة ليه فرصتين 3 اخطر من السويس، كان هو متسيد المباراه، بس كله استحواذ سلبي، يعني كله استحواذ في نص الملعب، مفيش مخاطره مفيش اختراقات. الماتشات اللي زي دي بتخلص بكور ثابته او تصويب من خارج منطقه ال 18. فاحنا يعني الكور الثابته ما اتنفذتش بشكل كويس للترسانة، لان هو كان متسيد المباراه بصراحه، استحواذ اعلى، ويمكن جالهم فرصه او فرصتين بس ما قدروش يستغلوها. في فرصه واحده للسويس الشوط الثاني بس. برضو انا كنت حاسس ان اكن يعني الفرقتين راضيين بالتعادل، اكن التعادل لمصلحه الفرقتين. هو لو كان فرقه من الفرقتين التانيين كسبوا كان هيبقى التعادل ده زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره فرقتين خلصوا على بعض. فلا انا كنت فعلا ماتش الترسانة والسويس كان فعلا باين ان هو ماتش هادي جدا يعني. بس اتمنى ان الجولات الجايه ان شاء الله يبقى فيها حافز لكل الفرق ان هي تكسب، عشان خاطر يبقى الدوره الرباعيه ليها طعم اقوى من كده. بما انك لعبت في الاجواء دي، الجو الحر ده بيأثر على اللعيبه فعلا جدا؟ طبعا. وبعدين السويس معروف ان السويس درجه الحراره فيها بتبقى عاليه، وكان باين النهارده ان ارضيه الملعب كمان تقيله، كان باين بدليل ان الترسانة الشوط الاول عمل مجهود بدني عالي جدا اثر عليه الشوط الثاني، مع ان الشوط الثاني المفروض ان الجو بيبقى اهدى شويه والطف، انما لا، ملعب السويس فعلا الجو بيبقى حر في السويس، والملعب تقيل، نجيلته تقيله، فبتاثر بدنيا على الفرقتين وعلى مستواهم الفني. فالاجواء دي فعلا بتبقى يعني فعلا صعبه جدا. وكويس ان هم التغييرات دلوقتي بقوا 5 تغييرات، زمان اول كان تغييرين وبعدين بقوا 3 تغييرات، دلوقتي بقوا 5. فدي حاجه برضو يعني بتعمل انتعاشه للفرقه، بغير نص الفرقه. بعد كده الترسانة هتلعب مع سبورتنج، والحرس هيلعب مع منتخب السويس. بالتالي يعني ملعب الحرس اسكندريه ممكن تبقى فيها رطوبه عاليه شويه مع الحر ده. هو الحرس انا شايف ان هو ملعب الترسانة هيبقى الجو حر برضه. انا شايف ان الحرس ليه الافضليه، لان هو سبورتنج واخد ملعب الحرس، فالحرس هيلعب 4 مباريات في ملعبه. يعني هو الحرس ليه الافضليه لان هو هيعتبر بيلعب 4 ماتشات في ملعبه، حتى ماتشين سبورتنج هيبقوا في ملعبه. هو طلع للترسانة وهيطلع للسويس بس، وبقيه الماتشات في ملعبه. فاكيد طبعا هيبقى في تاثير درجه الحراره، بتبقى مأثره على مستوى اللعيبه جدا في الملعب. فانا طبعا ما اتفرجتش على ماتش الحرس، انما الله يكون في عونهم النهارده الترسانة والسويس. فعلا درجه الحراره مع تقل الملعب بتاع السويس كان مأثر على الفنيات في الملعب. صحيح. شايف مين ممكن، انت بتقولي الحرس ليه الافضليه وكده، انت شايف اتمنى الترسانة. انا اتمنى الترسانة بحكم ان انا لعبت في الترسانة، وبعدين الكابتن حسين شكري لعبت معاه في الترسانة واشتغلت معاه في النادي الاهلي، ولعبت مع محمود شاكر، ولعبت مع الكابتن علي رشدي، ولعبت مع الكابتن محمد عبد العال مدرب الحراس، ليا الشرف طبعا. فاتمنى الترسانة. انما انا شايف كوره، انا اتفرجت على الحرس والترسانة. فرقه الحرس فرقه منظمه وفرقه قويه جدا، فانا انا متوقع الحرس، انما اتمنى الترسانة ان شاء الله. تمام. خليني اروح لاتحاد الكوره. واتحاد الكوره في الفتره دي عامل، يعني بما ان انت عندك خبرات في الناشئين، عامل مرحله جديده من موضوع تطوير الناشئين على مستوى الجمهوريه. ايه اللي عجبك وما عجبكش في الموضوع؟ هو يعني ان شاء الله باذن الله الكابتن قرار تعيين الكابتن علاء نبيل مدير فني لاتحاد الكوره، ومع الكابتن محمد يوسف نائب، ان شاء الله يعملوا حاجه كويسه للناشئين في مصر. والكابتن علاء يمكن كان عامل طفره في نادي زد،
وعمل قطاع ناشئين قوي جدا، كل الفرق بتنافس على البطولات الجمهوريه. فان شاء الله يعملوا طفره كويسه ان شاء الله للكره المصريه، لان ده مستقبل الكوره. يعني هو كمان قطر واخده 5 سنين كاس عالم، 5 سنين ورا بعض كاس عالم للناشئين، اول 2008 و2009 و2010 و2011 و2012. فاتمنى بس من بجانب التطوير اللي الكابتن علاء والكابتن محمد يوسف هيعملوه، ان هم يعني في حاجتين انا عايز اتكلم فيهم، بحكم ان انا كنت بحضر ماتشات ناشئين كتير في دوري الجمهوريه 2008 و2009. الملاعب في ملاعب صعبه جدا لا تصلح لاستخدام لعب كره القدم لمراحل الناشئين دي. في المستقبل بتاثر على اللعيبه، وبيبقى فيه اصابات كتير. فهم لازم يهتموا بس بالملاعب، زي ما هم كان في قرار السنه اللي فاتت ان فرقه 2003 و2005 في دوري الجمهوريه يلعبوا على نجيل طبيعي. فاتمنى ان هم يهتموا بالملاعب اللي بيلعب عليها الفرق القطاعات بتاعه الناشئين، لان هم دول المستقبل، وليهم في منتخب دلوقتي بيتكون 2007 و2008 و2009، فهم دول مستقبل الكوره. فلازم يهتموا بموضوع الملاعب، ان هم يفرضوا على الانديه انها تلعب على ملاعب تصلح لممارسه كره القدم. وموضوع التسنين موضوع صعب جدا، يعني لازم يعملوا الاختبارات او التحليل بتاع الBXR بتاع التسنين يتعمل في اتحاد الكوره، لان السنه اللي فاتت اتعمل بس كل نادي كان بيعمله في معمل تحاليل. فطبعا النتيجه لما طلعت، انا على ما اعتقد ان الانديه معظمها خبت وحطت نتيجه التحليل في الدرج. فهو لازم يبقى على مرأى ومسمع ويتعمل في اتحاد الكوره، لان فعلا الموضوع فيه ظلم كبير جدا. انا كنت بشوف يعني اللعيبه لا استحاله، يعني مثلا في سن 2008 او 2009 لا فرق شاسع بين لعيب ولعيب في 2008 و2009. بس الاداري بتاع النادي او المنظومه في اي نادي بتقول ورقه سليم، ما اقدرش اعمل اي حاجه. انما الموضوع لا، الموضوع صعب، انا شفت بعناية، لا الموضوع صعب جدا، في فروقات كبيره جدا، ودي بتاثر على اللعيبه، لانه بياخد حق ولد هو من حقه انه يبقى في مكانه، وبياخد حقه بحكم ان هو قوي بدنيا وعنده مميزات اللياقه البدنيه وعنده عناصر اللياقه البدنيه، القوه والسرعه يعني تقسيمه الجسم بتاعت الولد استحاله تكون 2009 و2008. يعني لما اجيب 2 2009 جنب بعض والاقي واحد اطول مني وواحد مثلا يعني سنه الطبيعي، لا بيبقى فيها ظلم جدا. طبعا بياخد حق لعيب تاني مش من حقه ان هو يبقى في مكانه. فانا اتمنى ان هو موضوع التحليل بتاع الBXR يبقى تحت اشراف لجنه من اتحاد الكوره. تمام. بس على فكره الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير جدا، وطب لو هو تحت يعني لجنه، انت برضو هتخسر ناس تانية كويسه في الكوره، بس التسنيم بتاعها غلط علشان هي متأيده بالطريقه دي، عشان هي شهاده ميلادها كده. حاسه ان الموضوع لازم يتحل من التسجيل اصلا في شهادات الميلاد. ما هو ده لازم يبقى فيه كمان عقاب لاولياء الامور اللي هي بتبقى قاصده انها تعمل كده، وفي مش قاصد، في بيبقى هو مسافر ابوهم فمنتظرين لما يبقى يرجع يبقى يسجل الولد، فطبعا ممكن يقعد سنه. يعني الموضوع في الاول وفي الاخر في ظلم. يعني انا مش عايز احلل ان في ناس اهاليها مسافره فبتسجل بعد سنه. انا ما ببصش لده، انا ببص لان واحد تاني المفروض يبقى موجود في المكان ده وما خدش حقه عشان خاطر البنيان الجسماني بتاعه طبيعي، مش هقول صغير، هو طبيعي. انما لا، وفي ناس بتبقى قاصده، فلازم الناس اللي قاصده دي لازم يبقى في عقاب شديد، ان هو حتى لو هيوصل للحبس ما فيش مشكله خالص، ان هو بيزور. صح، فبالتالي بيأذي ناس تانية. كابتن كريم، لو اتكلمت معاك عن المنتخب الاولمبي، كم عنصر موجود من المنتخب الاولمبي ينفع يستحق انه ينضم للمنتخب الاول؟ يعني في محمد شحاته، وفي ابراهيم عادل. هو ابراهيم عادل دلوقتي مستدعى في المنتخب الاول بعد الموضوع بتاع رمضان صبحي، فهو راح مكان رمضان. في اسامه فيصل، في مصطفى ميسي، يعني دول اقرب ناس. بس هي المشكله مش فيهم هم، يعني المشكله في اماكنهم في المنتخب الاول. هو هيروح المنتخب الاول هيبقى نمره كام، وهيبقى فيه فرصه انه يشارك ولا مش هيشارك؟ لان هو في المنتخب الاولمبي برضو، يعني المنتخب الاولمبي منتخب قوي جدا، ومعاهم جهاز فني محترم وجهاز فني قوي جدا. فانا شايف ان هم المستقبل بتاع المنتخب الاول، بس انا شايف ان هم يفضلوا في المنتخب الاولمبي، يعني بيلعبوا وفي استمراريه للعب وفي فورمه ماتشات وداخلين على اولمبياد بتاعت باريس. فانا مش عايز اصعد او اخد 3-4 لعيبه من المنتخب الاولمبي عشان خاطر يبقى انا خدت لعيبه من المنتخب الاولمبي وهي مش هيبقى ليها دور
مع المنتخب الاول، بالذات في الفتره دي، لان الفتره دي فتره صعبه وفي تصفيات كاس عالم. ويمكن كان في تصريح للكابتن ابراهيم حسن ان هو بيقول احنا محتاجين الفتره دي لعيبه خبرات عشان خاطر الصعود لكاس العالم طبعا. وبعد الصعود لكاس العالم هيبقى في فرصه للعيبه الشباب ان هم يبقى لهم تواجد في المنتخب الاول. فانا شايف ان هم يكملوا مع المنتخب الاولمبي لحد لما التصفيات كاس العالم بتاعه المنتخب الاول ان شاء الله ربنا يكرمنا وربنا يوفق الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام حسن، وبعدين يبقى في بقى تجربه اكثر من عنصر من المنتخب الاولمبي مع المنتخب الاول. بس الفتره دي انا شايف ان هي مش فتره تجارب يعني. والكابتن حسام ربنا يكون وفقه في الاختيارات ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمهم في الماتشين بتوع اثيوبيا وغينيا بيساو بوركينا وغينيا ان شاء الله بنسبه كبيره، لان هم دول الخصم المباشر للمنتخب. فربنا يكرم ان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه في المباراتين ان شاء الله ونضمن تاهلنا لكاس العالم ان شاء الله. بس انت يعني ملاحظ معايا ان هو مهما كانت اختيارات حسام حسن لازم يتكلموا عليها انه ما خدش فلان وما خدش لا يا جماعه، طب ما هو ممكن تكون دي ادواته اللي هو شايف بيها انه هيقابل بيها هذه المدرسه. يعني بيعترضوا مثلا، مش عايزه اقول اسامي لعيبه، انه فلان يعني مثلا دونجا مش موجود ليه ودونجا اساسي وما الى ذلك وهينفع تمام، بس قد يكون انه الخصم اللي انا هقابله انا محتاج له اللاعب اللي انا خدته ده اكتر من ده. هو طبيعي ان يبقى في نقد في الاختيارات، يعني ما فيش حد رايه هيعجب. احنا ما كناش بننقد في يعني ما كانوش بينقدوا عفوا في الاجنبي، انا كنت بنقد الحقيقه يعني جدا في الاجنبي، ما كنتش بسكت. ما فيش، لا هو ادام مدير فني مصري فهيبقى في نقد، فطبيعي ما فيش حد رايه هيعجب كل النقاد وكل المدربين. انما كابتن حسام هو اولى واحد، لانه كان بيتابع كل المباريات، يعني كان بيتابع حتى المباريات بتاعه الممتاز به بتاعه الدوره الرباعيه في ماتش حرس الحدود والترسانه كان الكابتن حسام حسن متواجد. فهو كان بيتابع كل المباريات، انما في يعني تحفظ على عنصرين ثلاثه زي عمر جابر ماشي بشكل كويس جدا مع نادي الزمالك، زي دونجا، زي عمر كمال عبد الواحد. يعني عناصر مميزه وظهرت بشكل كويس، بس في الاول وفي الاخر هي دي اختيارات الكابتن حسام وهي دي وجهه نظره مع الجهاز الفني، فاحنا بندعم الكابتن حسام والجهاز الفني لحد لما نشوف النتائج، وبعدين بعد النتائج اذا كانت ايجابيه او سلبيه الناس تبتدي تنتقد. انما احنا عايزين دايما ان احنا ننجح، وبالذات لما يكون مدير فني مصري، ما يبقاش احنا زي ما حضرتك قلتي ان احنا بننتقد المصري والاجنبي اختياراته ما حدش بيقدر ان هو ينتقد يتكلم عنها. فاحنا يعني انا بتمنى التوفيق للجهاز الفني، واحنا يعني يا ريت ندعم وننجح المدير الفني المصري، لان ده لما يبقى في مديرين فنيين مصريين حتى في دول عربيه او في دول اجنبيه او في لعيبه كتير مصريه بتحترف، ده هيعود على اللعيب المصري او المدرب المصري ان هو يبقى فيه قاعده للمدربين او اللعيبه المصريين، زي ما في محمد صلاح ناجح، زي ما في عمر مرموش ناجح، تريزيجيه، مصطفى محمد ناجحين في الاحتراف. دي بتفتح ابواب الاحتراف للعيبه. اتمنى ان يبقى في مدربين كتير في مصر بتشتغل في دول اوروبيه وعربيه. اتمنى طبعا ان يبقى في حاجه زي كده. وطبعا في بعض الصور احنا شايفينها ايام المنتخب اللي فيها محمد صلاح وكابتن حسام حسن، وشفنا صورته مع كابتن حسام وابراهيم، ده تدريب الامس بالنسبه للمنتخب. فيعني الحمد لله انه ازمه قعدوا يكبروها بشكل كبير جدا في السوشيال ميديا، والحمد لله يعني الصور موضحه انتهت. هي ما كانش فيه ازمه، يعني هو السوشيال ميديا عمل ازمه. هو لا، كان محمد صلاح مصاب، وبعدين كان المسؤولين في ليفربول هم بيبقى في تواصل بينهم وبين كابتن ابراهيم حسن او المسؤولين عن المنتخب، فبيبقى في تنسيق ان هو لا مصاب هيكمل علاجه معانا، لا لما يجهز، لا في ماتشات اجنده دوليه، او في مثلا احنا دلوقتي ليفربول كان بينافس على الدوري الانجليزي لحد اخر اسابيع، ومحمد صلاح من اللعيبه المهمه جدا في ليفربول. فهو ما كانش فيه ازمه، بس هو يعني ممكن نقول ان بعض الاعلاميين او مواقع السوشيال ميديا انتهزت الفرصه ان محمد صلاح ما جاش، وحبوا يكبروا الموضوع ان الكابتن حسام مش عايز يجيب محمد صلاح، او ان محمد صلاح مش عايز يلعب تحت قياده الكابتن حسام. طبعا كل الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه، بدليل ان محمد صلاح متواجد وفي المنتخب، والكابتن حسام هو المدير الفني، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم في المباراتين الجايين يا رب ان شاء الله. انا نفسي بس يعني الناس تترك صلاح في حاله،
صلاح قدم كتير لمنتخب مصر وقدم كتير لمصر الحقيقه، وما نساش بلده، وهو موجود هناك هو سفير لمصر بشكل كبير جدا. جربوا انكم يعني اللي يصادف انه يطلع بره اول كلمه بتتقال له اول ما بيعرف انه مصر يقول له مو صلاح على طول. يعني ده اكبر حاجه ممكن يعملها اي سفير في العالم الحقيقه لبلده بشكل كبير. فمحدش هيقدر يدي تضحيات اللي ممكن يكون اداها صلاح وتحملها في ظل ان هو يعمل هذا الاسم اللي بيرفع معاه اسم بلده. اتركوا كابتن حسام حسن يشتغل، مش كل شويه لا حسام حسن قال كذا في قاعده واحنا قاعدين، لا يا كابتن حسام حسن اختار فلان وما اختارش فلان. ما صدقنا يبقى عندنا مدير فني وطني، وكتير من الحاجات اللي حصلت ونجاحات في بلدان اخرى كانت عن طريق مدير فني وطني. فارجوكم نبقى وراه شويه. كنا بنتشل من كروش، وكنا بنتشل من كوبر، وبنتشل بعد كده من اجيري، واخر واحد والله نسيت اسمه، اخر واحد مدير فني للمنتخب الحقيقه هو كان روي فيتوريا. كنا بنتشل منهم ونيجي نتكلم عنهم او ما نتكلم ولا حياه لمن تنادي. اشمعنى دلوقتي التقطيع شغال قد كده في حسام ولسه ما عملش حاجه؟ طب نقف وراه، يعني نديله فرصته للاخر وبعدين نقول لا يا جماعه ما يبقاش ينفع المدرب الوطني. لكن حرام يعني ننتظر شويه ونستنى ونتركه ونديله فرصه ونبقى سبورت في ظهره ونشوف. هو لسه ما لعبش ولا ماتش رسمي. مفيش، ده احنا بيقطعوا يعني فيه من قبلها بكتير جدا. اول مباراتين في التصفيات كان مع روي فيتوريا، يعني هو ما لعبش ماتش رسمي لسه مع المنتخب. مفيش، ما لعبش. هو احنا كل ده بنتكلم في قال ايه وما قالش ايه وعمل ايه بوشه وعمل ايه مش عارف بايده وعمل ايه. يا جماعه في ايه الحاجات دي والحاجات الغريبه دي والكلمات اللي قالها واللي مش عارف وشاور ازاي ومش شاور. يعني نترك الراجل في هدوء شديد. ثالث حاجه الحقيقه نترك كابتن علاء نبيل يبتدي ينظم الاتحاد اللي موجود، ينظم اللايسنس اللي بتتعمل للمدربين، ينظم التعامل في المنتخبات. نسيبه شويه. كان هذا المنصب مركون، محدش بيجي يتكلم عليه خالص. كان قاعد فنجاده فيه بيقبض وما بيعملش اي حاجه، ولا حد كان لا حياه لمن تنادي، ولا حد كان بيتكلم في حاجه. اول ما جه كابتن علاء نبيل لا ده لغى مش عارف ايه، لا ده بيعمل ايه، لا ده ما عملش. ما تسيبوه يا جماعه يشتغل. هو احنا مستنيين الشخص الوطني او المصري اللي يتحط في منصب ونبتدي نقطع فيه؟ ننتظر شويه، نستنى عليه، نقف في ظهره. ده يعني الموضوع عايز اصلاح كبير قوي على فكره، مش بين يوم وليله. يعني هو موضوع الانتقاد الاخير كان في موضوع ان هو لغى مسابقه 2003. هي الانديه بس بتتكلم على ان هو كان المفروض القرار ده يبقى من اول الموسم، ان الانديه كلها تبقى عامله حسابها ان ده اخر موسم لمثلا فرق ال 2003 في مصر. انما طبعا الكابتن علاء كان اتعين في الاتحاد بعد المسابقه ما اتلعبت. فهو انا شايف ان القرار ده في صالح الكره المصريه، ان هو وفي صالح اللاعبين. انا دلوقتي السيزون الجاي هيبقى اللعيب 2003 عنده 22 سنه ولسه بيلعب ناشئين، فده صعب جدا يعني. بس هم ممكن يعملوا حاجه، ان هم مثلا يجبروا الانديه ان هو ممكن مثلا يأيد لعيب او 2 أو 3 من فرق ال 2003 او 5 لعيبه مثلا من ال 2003 في الانديه، سواء اللعيبه دي هتيجي من انديه تانية او من قطاعات الناشئين، ان هو يبقى يستفادوا بقطاعات الناشئين، ان هم يبقى في مثلا 3 أو 4 لعيبه من مواليد 2003 مع الفريق الاول. يبقى ده قرار من اتحاد الكوره. فدي ممكن تعوض شويه موضوع الغاء المسابقه، لان برضو في لعيبه كتير مستقبلها بيضيع وبيقف لحد السن ده. فهم يعني الانديه كانت معارضه، لان القرار ده ما كانش متاخد من اول موسم. ان في اللائحه كان المفروض الانديه بتقول ان كان لازم يبلغونا مثلا ان المسابقه تنتهي اخر سن ال 2003 هو الموسم 2023 2024. انما الكابتن علاء لما مسك الاتحاد الكوره بعد المسابقه ما اتلعبت وبعد ما انتهت، هو خدوا القرار ده في اتحاد الكوره بس. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق الكابتن علاء، ويبقى القرارات كلها لصالح الكره المصريه في المستقبل ان شاء الله. طيب كابتن كريم، عايزه اتكلم معاك عن الاهلي، ولسه كنت بتكلم مع الكباتن النهارده انه حسيت شويه المديرين الفنيين النهارده في مباراه الترسانه ومنتخب السويس بيعملوا زي كولر كده، اللي هو كل واحد مستني الشوط الاولاني يعدي، مين فينا هيقع بدنيا، مين فينا هيستهلك تماما، وبعدين نبتدي في الشوط الثاني بشكل مختلف، وبعدين نبتدي نغير بعد كده فاللي يلحق يخطف. ده طريقه كولر. يعني هو طبعا ببارك للنادي الاهلي على بطوله افريقيا. هو فعلا هو يعني مستر كولر هو
التغييرات دايما بتبقى متاخره، وجمهور النادي الاهلي ما بيصبرش. يعني الجمهور سواء المشاهدين في التلفزيون او الناس اللي بتحضر المباريات في الاستاد هي ما بتصبرش. هو جمهور النادي الاهلي عايز النادي الاهلي اول ما يلعب يبقى النتيجه 2-0، يحرز هدف ويبقى يعني خلاص وقاعد مطمن. فدايما الناس بتتكلم على تغييرات مستر كولر، انما هو يعني اقرب واحد للعيبه، وهو عارف الفرقه كويس جدا، وهو عارف ممكن تكون الحاله الفنيه النهارده للفريق مش كويسه. فهي دايما فرقه البطوله الفرقه اللي بتعرف تكسب وهي مش في مستواها الفني. يعني النادي الاهلي مش في يومه النهارده بس بيكسب، هي دي فرقه البطوله. مش لازم اربط الاداء بالنتيجه. هو في الاول وفي الاخر الراجل خد بطوله افريقيا وواخد دوري السنه اللي فاتت، وطبعا بعد المؤجلات ممكن لو كسب كل المؤجلات هيبقى اول. فهو بالارقام هو ماشي كويس جدا، انما حته ان انا اربط الاداء بالنتيجه دي مش هتبقى موجوده في كل المباريات. يعني ممكن تبقى موجوده في ماتشات وماتشات لا، انما هو دلوقتي واخد بطوله افريقيا، فهو تقييمي ليه 10 من 10. انما حته التغييرات متاخره ان الجمهور ما بيصبرش، او الجمهور النادي الاهلي متعود على المكسب بس. يعني التعادل بالنسبه له النادي الاهلي مش يعني جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي حتى في الناشئين التعادل بالنسبه لهم ايا كان انت بتلاعب فريق مين. هو النادي الاهلي معودنا من صغرنا على المكسب بس، ودي حاجه انا شايف انها سلاح ذو حدين. يعني ان انت ما ترضاش بالخساره او بالتعادل، دي حاجه يعني مش في الكوره مكسب وخساره. ممكن النهارده اكون مش في يومي، في ماتشات ممكن اعمل اللي عليا وادي اداء عالي جدا والكوره مش مطوعاني ومش هتخش، وفي ماتشات ممكن ابقى انا مش في يومي والاداء متواضع بس عرفت اخد ال3 نقط ووصلت للهدف اللي انا عايزه. فهو معادله صعبه جدا ان انا اربط الاداء بالنتيجه بالذات في الدوري المصري. يعني ممكن بره اقول لحضرتك انا معاكي، انما في مصر لا. انا شايف ان هنا في مصر لازم مطالبين دايما بالمكسب، لان ادارات الانديه دايما حاطه لود على المديرين الفنيين ان انت لو ما كسبتش مش هتبقى موجود. فالمدير الفني لو انت حضرتك جيتي خيرتيه هيقول لك لا اكسب، يعني اكسب، والمكسب بعد 3 4 5 ماتشات لما افرق حتى 10 12 نقطه عن المركز الثاني مثلا او الفرق اللي بتنافسني هبتدي العب باريحيه، فالاداء هيتحسن. انما طول ما المدير الفني محطوط تحت ضغط وهو حاسس ان هو دايما ما فيش استقرار، فهو هيقول لك لا اكسب، انا مش عايز اداء، لان الاداء مش هيجيب لي بطوله. جوزيه جوميز مختلف عن كولر ولا يعني اصله برضو عنده مشكله تانية؟ برضو كان بيتاخر شويه في التغييرات، عمل بقى حاجه تانية خالص. يعني هو طلع من مباراه وجي لعب مباراه سموحه مغير 8 اصلا، يعني تشكيل تاني خالص، موضوع اخر يعني. وبعدين طبعا دفع ثمنها انه خسر من سموحه كان في هذا التوقيت. فهو برضو عنده بعض الحاجات المختلفه اللي ما بيتقبلهاش جماهير الزمالك. طبعا هو يعني الكلام بيبقى دايما النادي الاهلي زي نادي الزمالك، لان فرقتين كبار جدا وليهم قاعده جماهيريه في مصر وفي الوطن العربي كبيره جدا. نفس الكلام على نادي الزمالك، بس انا لما اجي اعمل روتيشن لازم لما اجي اعمل روتيشن يبقى اللعيبه اللي موجوده عندي في الفرقه كلها على نفس المستوى. يعني فرقه البطوله دايما انا بقول ان فرقه البطوله دايما هي الفرقه اللي بيبقى دكه البدلاء بتاعتها على نفس المستوى او اقوى من الناس اللي موجوده جوه الملعب. فهو لما الكابتن جوميز مستر جوميز جه عمل روتيشن في ماتش سموحه، في لعيبه بتبقى راجعه من اصابات، لعيبه فورمه الماتشات مش عندها، هو برده مطالب ان هو عايز يريح اللعيبه اللي بتلعب باستمرار في الدوري وفي بطوله الكونفدراليه، فده طبيعي انه يعمل روتيشن. بس هو لما جه عمل روتيشن يعني جه على نتيجه المباراه بتاعه سموحه، حتى بعد ما خد كاس الكونفدراليه ان هو اول مباراه كانت مع فيوتشر تعادل وبعدين كسب الاتحاد. ففي وقت من الاوقات الروتيشن لو السكواد بتاعي مش على نفس المستوى الموضوع هيبقى صعب. صحيح هيبقى صعب. مين من اللعيبه بتاع اللي موجوده في النادي الاهلي شايف انها ممكن تستحق الاحتراف في الخارج؟ طبعا اول واحد محمد عبد المنعم. يعني هو كمان في كلام ان هو جاي له عروض، سمعت جالاتا سراي، سمعت موناكو، محمد عبد المنعم. يعني اوروبا انا شايف ان محمد عبد المنعم، امام عاشور، ممكن اكرم توفيق. انما ممكن بقى لو احتراف خليج دول الخليج او في الوطن العربي، لا في اكرم توفيق، في رامي ربيعه، في حسين الشحات. دي اللعيبه اللي ممكن تحترف في الدول الوطن العربي اللي هو الخليج، دول الخليج. انما في اوروبا انا شايف ان انسب 2 أو 3 بالترتيب محمد عبد المنعم، في امام عاشور، في اكرم توفيق او مروان عطيه. دول مصريين.
اول حد كان اعلن عنه النادي الاهلي انه يعني خارج الموضوع خالص الموسم اللي جاي مودست، اللي هو تبقى قاعد مش عارف هو مودست جه في ايه ومشي في ايه الحقيقه. لا، هو صفقه ما فيش حد راضي عليها خالص في مجال الكوره في مصر، يعني حتى الفرق المنافسه تقريبا لو سالت مش راضي عنها، ما حدش هيرضى عن الصفقه دي خالص. صحيح. يعني هو النادي الاهلي يعني ممكن يكون خانهم التوفيق في اختيار مودست على اساس ان هو كان بيلعب في بروسيا دورتموند، بس انا يعني التاريخ والماضي ده حاجه، وان انا اجيب لعيب بالمستوى ده حاجه تانية خالص. يعني دايما النادي الاهلي لما باجي اجيب لعيب افريقي او نادي الزمالك اجي اجيب لعيب افريقي وهدفع له بالدولار، ما ينفعش اجيب لعيب غير لما يكون لعيب يعني فرز اول، او انا بجيب لعيب مش عشان خاطر يكسبني الدوري المصري، لان الدوري المصري باللعيبه المصريين ممكن النادي الاهلي ياخد الدوري المصري او نادي الزمالك، انما انا بجيب لعيب افريقي عشان خاطر كاس العالم للانديه، عشان خاطر بطوله افريقيا، فلازم اجيب لعيبه تستحق انها تبقى موجوده في منظومه كبيره زي النادي الاهلي، يعني متسيد افريقيا ومن اقوى الفرق الافريقي يعني على المستوى الافريقي والعربي. فلازم اجيب لعيبه ادام هدفع بالدولار وهميزهم عن اللعيبه المصريين، يبقى اجيب لعيبه تستحق انها تبقى موجوده في الملعب. انما انا جايب لعيب زي مودست تقريبا نسبه مشاركاته قليله وعلى طول لعيب احتياطي، فدي لغز بالنسبه لي مودست. يعني في لعيبه طبعا زي علي معلول صفقه ما حدش يقدر يتكلم عنها حتى وهو مصاب، كابتن الخطيب خد قرار ان هم يجددوا له عقده، انما برضو لازم يبقى في صفقه ناحيه الشمال للنادي الاهلي، لان هم اتاخروا في ان هم يتعاقدوا مع باك ليفت تاني مع علي معلول، لان علي برضو ابتدى يكبر وفي اصابات في ايقافات، لازم يبقى في حد تاني موجود ناحيه الشمال. يعني هو كريم دبيس موجود طبعا، بس خبراته قله اشتراكه في المباريات، يعني حتى في مباراه الترجي فكروا ان هم يلعبوا كريم فؤاد باك ليفت، هو طبعا ادى المباراتين باكمل وجه دفاعيا وهجوميا، بس لا لازم يبقى في صفقه ناحيه الشمال مع علي معلول، في صفقه ناحيه اليمين مع محمد هاني، مش لازم اجيب اكرم توفيق او عمر كمال عبد الواحد يلعب في المكان ده، انا عايز باك يمين او باك شمال يبقى هو ده مركزه الاساسي. صريح. صريح. طيب رايك في وسام ابو علي؟ يعني هيبقى فرود النادي الاهلي القادم، فرود عنده امكانيات عاليه جدا، سنه صغير عنده 25 سنه، كان عايش طول عمره تقريبا في الدنمارك. لا فرود عنده مقاومات، فرود ستايله قوي جدا، هو عنده سرعات، بيعرف يلعب برجلين الاثنين، بيلعب بدماغه كويس جدا، بيعرف يتحرك كويس جدا، بيفضي للعيبه اللي جايه من نص الملعب كويس. انا شايف ان هو صفقه مميزه جدا للنادي الاهلي ومكسب كبير للنادي الاهلي. هو لما يلعب ماتشات اكتر هيبقى ليه دور في الاهداف، سواء هو بيصنع اهداف او بيحرز اهداف. لا فرود يعني انا بحكم ان انا كنت فرود، لا فرود بحس ان هو بيشوف الجون بظهره، يعني هو بيبقى عارف هو واقف ازاي وواقف فين، بيعرف يتحرك وبيعرف يوصل للجول، ودايما بيبقى ليه بصمه سواء ان هو بانهاء الفرص على المرمى سواء جت او ما جاتش، او ان هو بيخلق فرص لزمايله. فرود مميز جدا وصفقه مكسب كبير للنادي الاهلي. طيب القندوسي، ودلوقتي النادي الاهلي بيفاضل القندوسي، هيرجع على حساب مين؟ يعني القندوسي انا شايف ان هو يعني يدوله سنه كمان اعاره. يعني هو بيخاطب النادي الاهلي دلوقتي ان هو تعملوا ايه؟ يعني هو النادي الاهلي في المكان ده فيه لعيبه كتير كمان مميزه، انا شايف ان هم يدوله اعاره كمان سنه، لان في مكانه هو هيرجع مش هيلعب. هو لعيب كويس جدا ولعيب مميز جدا، بس هيرجع مش هيلعب، المكان بتاعه فيه لعيبه كتير مميزه. فانا ادام زي ما قلت لحضرتك، ما دام بجيب لعيب محترف لازم يبقى ليه دور ويبقى ليه مكان جوه ال11. صحيح. مش يبقى موجود في النادي الاهلي وخلاص عشان انا جبت لعيب محترف. فلا انا شايف ان هو يبقى ليه اعاره كمان سنه مثلا بعد سيراميكا، سواء هيجدد اعاره في سيراميكا او يروح نادي تاني. انما في النادي الاهلي لا، لو هجيب لعيب افريقي لازم يبقى على مستوى النادي الاهلي، ويبقى لعيب يبقى يصنع لي الفارق في ماتشات افريقيا وفي كاس العالم للانديه، مش في الدوري المصري بس. النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي نادي زي نادي انبي مثلا معتمد على قطاع الناشئين بشكل كبير، وفي لعيبه كتير مميزه جدا، حتى يعني احمد اوفا من في منتخب مصر الاول اهو. انا شايف ان النادي الاهلي او نادي الزمالك يا اما اجيب ممكن بلعيبه الدوري المصري او ممكن بلعيبه من قطاع الناشئين
ان انا ممكن اخد الدوري المصري لما اصعد لعيب او اتنين مع اللعيبه الخبرات اللي موجوده، هم يقدروا يبقوا سبورت للعيب الصغير ده. صحيح. انا بقعد في الناشئين في نادي زي الاهلي ونادي زي الزمالك، بلعب على بطوله طول عمري، فمعود اللعيبه الناشئين بتاعه النادي الاهلي او الزمالك او انبي او بيراميدز او زد اللي هم قطاعات ناشئين يعني قويه جدا، ان انا بلعب على بطوله. فلما صعد لعيب من الفرق الناشئين للفريق الاول، هو هيبقى متعود من تحت ان انا بصعده عشان برضو يخش في الترس بتاع الفرقه، وان هو احنا بنلعب على بطوله. وبقعد اصرف عليهم في الناشئين يعني لبس ومعسكرات واكل ومرتبات، فمن حق اللعيبه دي برضو ان هي تاخد فرصه، ادي فرصه للناشئين يعني، وبعدين ابقى ابتدي اشوف هطلعهم اعاره او هم هيفيدوني. لو وفرت مرتب او عقد لعيب او اتنين افارقه، ممكن مثلا اصرف ربع الفلوس اللي انا بوفرها للافارقه على قطاعات الناشئين، هيطلع لي 3-4 لعيبه كل سنه هستفاد بيهم لمده 10 سنين قدام. صحيح. كابتن كريم عادل عبد الفتاح، يعني الوقت جري بسرعه وشرفتني ونورتني النهارده وسعدت بيك. انا اتشرفت ان انا موجود مع حضرتك، وان شاء الله تكون حلقه كويسه وابقى ضيف خفيف على المشاهدين. متشكر جدا لحضرتك. اتمنى ان شاء الله في الفتره الجايه نشوفك موجود في جهاز فني الحقيقه للفريق الاول، سواء في الدرجه الثانيه او في الدرجه الاولى الحقيقه، لانك تستحق انك يعني دخلت بقى في التجربه دي، ان شاء الله تستمر فيها. ان شاء الله. متشكر لحضرتك. اشكرك. متشكر جدا لحضرتك. مشاهدينا هناخد فاصل ونرجع نستقبل كابتن عبد العزيز حسن زيزو. خليكم معانا أصدقاء الملاعب.